ناس كتيرة بتشوف النجاح، بس مش كل الناس عارفة البدايات. النهاردة معانا تاني حلقة من بودكاست الزتونة مع أستاذ أحمد بهاء الونش، مالك ومؤسس مطعم الونش فرع العقاد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اتشرفت بوجودي معاك يعني، وما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا كده يجعلها بودكاست يفيد الناس اكتر واكتر باذن الله. يا رب إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نبدأ من البداية خالص. إيه بقى البداية مع حضرتك؟ والله هو يعني البدايه، يعني عشان برضو الحق يرجع على اصحابه. يعني البدايه الفكره كانت فكره استاذ شريف ثروت اخونا الكبير. كنا مع بعض، انا كنت بعمل كاشير في مطعم وهو كان يعني شريك في المطعم ده، وحصلت مشاكل وخلاص صفوا طلعت بره، يعني التصفية طلعت ان الموضوع انتهى. واخدنا مكان يمكن الناس كلها ليه ذاكرة حلوة كده عند كل الناس في أسوان، اللي هو كان تحت سينما الصداقة. مظبوط. المكان ده كان سبب شهرة الونش كمطعم اصلا، تمام، مع ان انا ما كنتش اصلا شريك فيه. انا اخدت جانب تاني كده، ان انا اساعد بمنتج يفيد الونش بحيث ان يطلع بجودة اكبر. ففتحت مخبز للعيش الشامي، لان احنا اول ناس كنا دخلنا سندوتش الطعمية والفول بعيش شامي. كان موجودة بقالها كتير في القاهرة، ولكن ما كانش في حد خالص هنا، فكنا بنتعب عشان خاطر نلاقي ليه القصة. فاخترت جانب ان انا يعني اساعد المطعم بتاعي، يعني اللي هو توفر الاساس في البدايه. نوفر الدنيا دي، تمام. والحمد لله رب العالمين. خدنا فتره يعني هي اللي عملت اسم الونش، هي اللي عملت البذره بتاعت الونش، وعملت شجر كمان مش بذره بس. فبقى ليها رصيد عند الناس، بقى ليها الناس بدات بعد ما حصل يعني حاجه كده تبع التراخيص والحاجات دي، قفل المكان نفسه ففتحنا في فرع تاني. لحد سنة 2018 اتعرض عليا مكان كده في التأمين. حبيت بقى احط، انا يعني مدمن اكل ومدمن معجنات، حبيت احط حاجة تعلي من اسم الونش، يعني بحيث ان انا احط منتجات اكتر. احنا الحمد لله رب العالمين في الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها الحمد لله رب العالمين، يعني اظن احنا اقل الناس، بس اظن ان احنا كنا رقم واحد في الشعبي في اسوان. فحبيت ان انا اخش في مجال المعجنات، اسكان بيتزا، اسكان كريب، اسكان مكرونه، يعني الحاجات اللي هي بتلقى رواج عند الشعب الاسواني، تمام. غير الفول والطعميه، ودي كانت اصعب حاجه انا كنت خايف منها، علشان خاطر انت رقم واحد في مجال. المفترض الحاجه اللي تحطها لازم تبقى تطلع بيها لفوق، ما تنزلش بيها لتحت، عشان خاطر لو نزلت بيك هي لتحت الموضوع بقى هيبقى الاساس رجعت فيه، فمش هتبقى لا، هياخد من الاساس. صح. يعني انت لو واصل 10 درجات في الشعبي وجيت فشلت في التجربه الجديده، ال10 دول ممكن يبقوا 6، ممكن يبقوا 5، لان النجاح زي ما بيطلع لفوق ممكن قرار ينزلك تحت خالص. اول خطوه حضرتك اخدتها في مجال المطاعم كانت ايه؟ وهل كنت واثق فيها ولا كنت مقلق شويه فيها؟ والله قبل ما نفتح فرع التأمين، كان في خطوة خدتها كده، دي من أحلى التجارب اللي أنا بعتز بيها يعني. جميل. كنت عملت حاجة كده اسمها حاجة حلوة. طبعا. تمام. عند المحطة كده عملناها ودي يعني أنا كنت مستمتع بكل يوم قضيته فيها، لأن دي كانت فكرة جديدة على أسوان. ان انت تشتغل زلابيا وبطاطس وكريب. لسه الموضوع ما كانش في اسوان ما كانتش انفتحت كده، تمام. فالموضوع كان من الاول والاخره مغامره. فحاجه كده ما بتكلمش في مكسب وخساره، قد ما هو انت بتتفرج على حلم انت بتحلمه،
بتأسسوا حته بتأسسوا حته حته. آه. تمام. جميل. وحتى الاوضاع الماليه ما كانتش احلى حاجه، ولكن انت كنت مستمتع مستمتع بالتجربه نفسها. حته ان انت بتغير في شكل المنتج المتعارف. يعني زمان انت عارف الزلابيه دي ايه اخبارها في الناس، قرطاس بجنيه وشكرا. وقفل وشكرا. وكنت الزحمه اللي كانت بتبقى عليك كنت مبسوط منها اكتر، لان منتج ترفيهي في الاول وفي الاخر. صح. ان انت تشوف واحد مثلا يجي لك 3 مرات في الاسبوع و4 مرات في الاسبوع، واجانب يجي يخشوا. لا، الفكره نفسها الفكره الرزق مش كله فلوس. صح. يعني انت ممكن تفرح بفكره معينه نجحت معاك، وهي ما تسبب لكش اي حاجه ولكن بتضيف لك خبره، بتضيف لك معلومه ممكن تعرفها في الاكل والشرب نفسه وانت واقف. من يعني ناس كانت يعني كان في شيف رحمه الله عليه، الشيف محمد الحر. يعني ده واحد من اعلام الشيفات في مصر كلها. بص على المكان وادانا نقطه واثنين وثلاثه بنستفيد بيها لغايه دلوقتي. فاهمني؟ انا فاكر القلايه كانت شغاله على طول ما شاء الله. كنت ما بتلحقش تك. اللهم لك الحمد يا رب. ولكن برضو يعني قدر الله ما شاء فعل، راحت، ولكن اثرها موجود وبستفاد من. ومش عايز اقول لحضرتك الاستاف اللي اتدرب ايامها، مش عايز اقول لك ان هو 50-60% من استاف الونش اللي موجود دلوقتي. وبقوا اصحاب ما شاء الله مشاريع كمان بره. مظبوط، فيهم جزء اصحاب مشاريع بره ومن نفس المنتجات فعلا ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين. يعني اصعب موقف مر على حضرتك حسيت كده ان خلاص المكان مش هيكمل يعني؟ والله بص، اصعب موقف عدى عليا ما هقوله لحضرتك، بس الجزء الثاني لا، مش ما كنتش بقول ان الموضوع فشل. لان كان اول بدايات مطعم الونش. مطعم الونش فرع التأمين ده اول بداياته حصل اهدار في خامة معينة لمدة 3 شهور. الخامة دي يعني كانت بتهدر، ولكن انا ما كنتش ماخد بالي. ومش عايز اقول لك ان هي حاجة بسيطة جدا من طريقة تسوية مش اكتر. يعني مفيش حد كان بياخد حاجة ولا بتاع. طريقة تسوية. فحصل خسارة حسبة $500,000 جنيه. اول 3 شهور. يا الهي، كنت هموت طبعا. لان كان الموضوع كان صعب عليا. وبس اللي كنت بتوسم فيه ان انا ما كنتش بخسر زبون. يعني الباك اريا فيها خساره جميل. بس الفرونت كان خلاص، وده الاهم. ما ده دي بقى صح. يعني دي اللي كانت مخلياني لا لازم احل المشكله. تمام. واطلع لقدام، لان مش هينفع خالص ان انا اقف والبكاء على اللبن المسكوب ده مش هينفع خالص. صح. لان انت يعني انت اول ما فتحت في الايطالي الموضوع انت الناس بدأت تيجي عندك وتاخد مرة واثنين وثلاثة واربعة. فانت خلاص انت كده المنتج ده انت عرفت من اين تأكل الكتف فيه. طب لو حاجة حصلت ورا الهدر اللي حصل ده، لا ده يعالج. صح. اي نعم يعالج، ياخد سنة ممكن تتعب فيها، سنتين تتعب فيها، بس اهم حاجة العميل ياخد حقه والدنيا بحيث ان ما يتأثرش باللي حصل ده. جميل. طيب استاذ احمد، هل عايز يفتح مطعم لازم يدرس كويس جدا، ولا لو حد كان في السوق واكتسب شوية خبرات هل ده كافي، ولا لازم يدرس كويس؟ السؤال لي شق. احنا مش المشكلة الايام اللي احنا فيها دي ان التسارع، يعني النمط المديول نفسه بتاع المطاعم اختلف من 10 سنين لدلوقتي. زمان كنا بنتكلم ان انت لما تيجي تفتح مطعم افتح اكتر من ايتم علشان اللي مش عايز ده ياخد ده، اللي مش عايز ده ياخد ده. احنا بقالنا 3-4 سنين او اكتر، 5 سنين كمان، لا الموضوع اختلف. اركز على منتج واحد. المنتج الواحد ده اعرف كل حاجة فيه. تمام. اولا انا عايز افتح مطعم. الفكرة انت عايز تفتح مطعم عشان تكسب بس. لا، خليك مكانك، ما تفتحش مطعم. حلو. يعني انت البيزنس المطاعم في حتة كده لازم الفكرة. انت عايز تنجح الفكرة. تمام. من الاخطاء ان انت ممكن تفتح مطعم
في ايتم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، يبقى المطعم نفسه ملوش هوية، مفيش هوية في المطعم. تمام. تمام. هتقول لي، ممكن ترد عليا تقول لي مثلا ان انت طيب ما انت عندك فول وطعمية وبتاع. هنيجي قدام شوية هقول لحضرتك ان لازم في حاجة بتتعمل اسمها تبديل وتوفير. لازم انا اختار المنتجات اللي تبقى الاساس بتاعها واحد، واقدر اعمل منها اكتر من ايتم. انا ممكن احط في المنيو بتاعي 100 ايتم بس هم كلهم 5 ايه، معتمدين على اربع معتمدين خمس 4-5 حاجات. تمام. جميل. فلا انا لازم ادرس دلوقتي، والدراسه سهله دلوقتي جدا. يعني انت النهارده بنتكلم في الذكاء الاصطناعي، انت لو قعدت تتكلم مثلا مع جيميناي مثلا وتتكلم معاه، انت هتنور لك اكتر من نقطه ممكن تبحث عليها. لازم تكون مش لازم تكون شيف. كويس. تمام. يعني من النقط اللي المطاعم اللي انا شفتها في حياتي، يعني الشيف نسبة 90% ما بيعملش مطعم ناجح. يعني الشيف يفتح مطعم يستسهل حاجات كتير لانه يقدر يعملها بايده. تمام. فإدارة المطعم مش ان انا اعمل بايدي، إدارة المطعم ان انا اعرف ادير الناس اللي معايا بحيث ان هم يطلعوا لي الخطوة اللي انا عايزها بالنمط اللي انا عايزه بالسرعة اللي انا عايزها وتبقى كده. فالشيف بيبقى مستسهل الامر. يعني ايه اللي هيحصل في دي ممكن اعملها انا بايدي. طب ما انت لو هتعمل دي بايدك ودي بايدك ودي بايدك ودي بايدك خلاص هيبقى المشروع معتمد عليك انت بس، مفيش حد. صح. تمام. مع احترامي الكامل للشيفات، طبعا الشيفات دول هم اللي علمونا كل حاجه يعني. ولكن معظم البراندات، يعني البراندات تبص تلاقي دكتور احسن مش عارف ايه، واحد اداره اعمال، واحد مهندس، وهو يوكل كل حاجه للتخصص بتاعها. اهم حاجه البدايه الاداري بس. مظبوط. بس لازم يدرس الخطوه اللي هياخدها كويس جدا، لان المطاعم من اكتر الحاجات اللي في مصر اللي بتخسر. والناس بتقول المطعم ما بيخسرش، الناس سريع. تقول لك ان الميه الاكل والشرب ما بيخسروش. الكلام ده من اكبر المغالطات اللي موجوده في الدنيا. يعني لان احنا من كل 10 مطاعم ممكن مطعمين بس اللي يكملوا، و8 مطاعم، ودي نسبه كبيره. انت بتتكلم في 80% فشل. 80% فشل، لا كبيره جدا. ليه؟ علشان خاطر انا ما درستش الدنيا من اولها. استاذ احمد، انا محتاج وقت قد ايه ما اقربش حوالين راس المال نهائي، والمكسب لما يجي هل اوزعه بالتساوي على كذا حاجه، ولا في حاجه معينه نحط فيها المبلغ يبقى افضل للمطعم؟ بالنسبه لراس المال اصلا انا ما بقربش منه خالص. يعني احنا احنا ما بنقربش من راس المال اصلا. تمام. احنا كل القصه ان يعني دي النظام اللي انا ماشي بيه، ان احنا بنطلع للناس الموجوده من اول شهر. جميل. هو نسبه مرتب زي راتب. تمام. الراتب ده انا بتقاضاه كل شهر، مصاريف ولكن هو حاجه ثابته. تمام. لو معايا شركاء نفس القصه. تمام. وبنرجع لغايه اخر السنه بنعمل البي اند ال بتاعنا كل شهر. بنعمل البي اند ال بتاعنا وبنقيس هل المصاريف دي قد ايه من المبلغ الكلي، من المبلغ البروفيت، يعني المكسب الصافي. تمام. 50%، 30%، 40%، 50%. ما حتى لو هو مثلا 50% وفاضل 50%، 50% الثانيه تخش في بضاعه احسن. يعني 50% الثانيه تخش في بضاعه احسن، لان زي ما احنا شايفين ان البضاعه النهارده غير البضاعه بكره غير البضاعه بعده. تمام. لكن حته ان انا افتح مطعم مثلا وما اخدش منه جنيه ل6 شهور و7 شهور بتبقى حاجه غير عقليه، لان انا بكون استهلكت ماديا لغايه ما فتح المطعم ده. تمام. وحاجه حلوه ان انا احس برضو احساس حلو ان انا احس ان المطعم نفسه جايب حاجه فتح بيتي. صح. تمام. ده نوع من النجاح. ما انت برضو في حاجات ممكن تعملها تأثر على نفسيتك، تبص تلاقي نفسك لا انت مش عايز تقرب، معاك فلوس بس مش عارف تصرف، معاك فلوس بس مش عارف تجيب الحاجه اللي انت نفسك فيها. طب على فكره ما دي حاجه نفسيه بتخليك انت تحس طبعا. تخليك يعني لما تجيب الحاجه اللي انت نفسك فيها من صافي الربح بتاعك. تمام.
تحس ان انت تركز وتطور من حاجة طبعا وتبقى مرتاح. المكان ده بتاعك خلاص، ما هتصرف عليه. انت لو معاك، لو جالك قد اللي عملته بيه 3 مرات هتلاقي نفسك بتصرف عليه. ليه؟ لان انت شايف ما يعني حاجه نفسيه، حاجه ان عايز انت أطلع. لازم تحس ان المكان ده هو بتاعي. هو اللي ربنا اذن بفضله ان هو يرزقني منه بس. طيب لو شاب معاه مبلغ قليل، هم. هل حضرتك تنصحه ان هو يعمل مشروع المطعم ولا يستنى؟ يعني لو واحد معاه 100,000 مثلا، يعني زي دلوقتي الشباب اغلبهم 150,000 عايزين يفتحوا مطعم، يستنى ولا يعمل ايه؟ لا، هو ما يفتحش مطعم تمام. وما يبعدش عن كار المطاعم. هو لو تمام. عنده فكره، تمام. دلوقتي في حاجه اسمها كلاود كيتشن، جميل. سهله جدا. مم. ان انت لو انت صاحب فكره، مم. اسهل حاجه في الدنيا ان انت ممكن تبتدي على نطاق صغير جدا، تبتدي من مكان يعني التجهيزات فيه على قد الايتم، تختار ايتم او 2 أو 3 بالكتير وتجرب بيهم. تمام. الموضوع مش هيكلفك كتير. تمام. ما تصرفش كل اللي معاك، لان اصلا يعني الاسعار دلوقتي انت بتتكلم في 150,000 ولا 100,000. لا، ما تجيبش حاجه اصلا. يعني انت لو بتتكلم في سيستم كاميرات ممكن يبقى اكتر من كده. لو عملت انت يعني احنا في اسوان، لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم تكييف المكان، مش اللي هو ان المكان يبقى حلو يعني كجو. أيوة. تمام. هيكلف اكتر من كده. فانت ممكن تعمل حاجه ان شاء الله يا رب من البيت. هي القصه كلها في الفكره. حضرتك في اماكن كان بره مصر ولا في القاهره، هي ما بتعملش حاجه. هي بتجيب من عند سين وصاد، بتجيب بس الباكينج. تمام. وبتتفق مع سين، مطعم سين، ان هو يورد لهم البرجر بشكل معين، وصاد ان هم يوصل لهم الاوردر بشكل معين. هو ما الا ان هو بيعمل تغليف من هنا لهنا وخلصت. فالناس بدات، ان اصحاب الرؤوس الاموال الصغيره بدات مش عايزين الحاجات الكبيره، مطاعم بقى. لا بدات تستخدم حته ذكاء كده في التعامل مع الفلوس بتاعتي، بحيث ان انا اقدر استفاد من الحاجات الكبيره بس باسمي. وده موجود على فكره. ايوه. تمام. طيب في بدايه اي مطعم حضرتك تنصح ان ده لازم يبقى ليه سيستم يعني للطلبات والكلام ده، ولا عادي ممكن حد يمشي بالورقه والقلم في البدايه؟ سيستم للطلبات، سيستم للاوردر، ان هو ياخد الاوردر. يعني بس تمام. هو لو هيشتغل بالورقه والقلم افضل له ما يفتحش مطعم من الاساس. كويس. تمام. ليه؟ لان السيستم بيخليك مراقب لكل الداتا اللي عندك. انت النهارده بعت 100 سندوتش. تمام. طيب المشتريات بتاعتك 2000 سندوتش، الفرق بين الاثنين دول راح فين؟ الورق والقلم مستحيل تجيبها. الورق والقلم ده كان خلاص يعني عفى عليه الزمن. انتهى. تمام. لازم يكون في سيستم مراقب. وانا مش هقول لحضرتك يعني ان انت تبتدي بPOS علشان خاطر بعد كده الخطوه اللي بعد كده تشتغل بسيستم حسابات كامل، الخطوه اللي بعد كده تعمل سيستم مخازن كامله. الطلب يبقى انت عارف، انت اصلا عارف حضرتك، بدل ما تروح تبص على المخزن وتبص، انت كل القصه كليك يظهر لك كل حاجه عندك في المطعم. تمام. ده يسهل التطور حتى. ده هو بيسهل عليك كل حاجه. يسهل عليك التواجد اصلا. يعني بيسهل عليك التواجد، ان انت ما تبقاش 24 ساعه موجود في المطعم. لا، ده انت ممكن عادي تعيش حياتك وتروح تصيف وتطلع وتنزل وتعمل، بس انت مراقب الصوره العامه. حاجه بالموبايل من خلال السيستم ده. فده حاجه انا ما انصحش بني ادم يخش في مجال المطاعم بدون سيستم. طيب هل صاحب المشروع او صاحب المطعم مطلوب منه يبقى موجود في المطعم دايما؟ هل يعني العامل لما بيبقى شايفه كده بيفرق في التشغيل بتاعه؟ هو بيفرق. مش ما بيفرقش انه البني ادم يكون متواجد في المكان بتاعه، ولكن ما يبقاش ترس في دائرة العمل. تمام.
تمام. ده لو هو عايز يتوسع، لو هو حابب ان هو يفتح فرع واثنين وثلاثة، لازم يبقى فيه سيستم، مش سيستم كمبيوتر وكده، لا، تمام. سيستم في العمل، تقسيم العمل للناس اللي معاك، سيستم حسابات، الطريقة بتاعة تشغيل المطعم نفسه لازم يكون في مدير للمطعم. انت ما بتكلمش كل الناس، مش عشان خاطر انت صاحب مطعم تروح جايب مثلا اللي ماسك خط السخن ولا اللي ماسك القلاية ولا اللي ماسك البتاع وتديله التعليمات بتاعتك. تمام. مش معنى كده ان انت بتتعالى، لا، بس هي القصة كلها ان انت ايه، بتمشيها سلم، كل واحد يعني يبقى مسؤول عن الناس اللي معاه. فلما انت بتدي لما بتركب التروس كلها على بعضها انت خلاص. بتطلع. انت ما الا بس ان انت بتخش تسلم على العمالة بتاعتك، بتشوف الملاحظات اللي تقدر تخش تشوفها في المكان بتاعك بحيث ان تديها لمدير التشغيل اللي موجود في المكان، لمدير الحسابات اللي موجود في المكان، مدير المشتريات اللي موجود في المكان. حماس في المكان لما لازم طبعا انت بس انت ما الا بس ان انت ايه، بتخش بتدي الدفعه، بتدي تعليق، ممكن تقعد مع الاستاف تتكلم معاهم في حاجات شخصيه، ما فيش مشكله. تمام. بس حاجات الشغل لازم كل بني ادم يبقى انت بتتكلم مع لو حد حب عنده شكوى اجيب المسؤول عنه الاول قبل ما يعمل اي حاجه، بنتكلم وهو في حضره المسؤول، فاهمني؟ فلا، انت علشان خاطر تعرف تفكر حتى للتطور في نفس المكان لازم يكون عندك ادوات داخل المطعم تخليك انت تبقى ترس بره المطعم. هل حضرتك تفضل عامل الخبرة ولا تجيب عامل وتعلمه عندك؟ يعني الاثنين مطلوبين. تمام. ولكن برضو زي ما قلت لحضرتك الكلام ده من 10 سنين كنا بندور على الحاجات اللي محتاجة خبرة أكتر من القصة بتاعت إن أنت تعلم. ولكن لما مثلا ناس أحسن، مش أحسن مننا، إحنا ما نجيش حاجة يعني جنبهم زي ماكدونالدز مثلا. في حد يقدر يقول لك أنا كنت شيف في ماكدونالدز؟ لا طبعا. ليه؟ كل حاجة معمولة. حول التشغيل لأفراد، هو فرد بيعمل الحاجة اللي المطلوبة منه بس. انت ما يعني انت هو حول يعني انسان لآلة، بس آلة آدمية، يعني اللي هو يرص مثلا. يا انت تعمل دي تاخد 3 دقايق، تقلبها الناحية التانية تاخد 3 دقايق، خلاص شغلانتك خلصت. تمام. فعلشان كده المديول بتاع المطاعم الجديد بيعتمد على منتج 2 3 بس، ما بتبصش تلاقي في حد اسمه شيف. كله بيتعامل دلوقتي بنمط المصانع المركزية أو المطابخ المركزية، بحيث إن أنا لو عايز أفتح فرع 2 3 4 بكون مؤسس لها من قبل، من قبل ما أفتح النقطة دي أصلا أول فرع. يكون إيه؟ يكون أنا عارف أنا هعمل إيه بكرة وهعمل إيه بعده وهعمل إيه بعده، عشان كده بأسس له حاجة من البداية أصلا بحيث إن هي تطلع لي منتج. لما نيجي ندور على الخبرات بخلي الراس هو اللي فاهم كل حاجة، اللي هو مدير التشغيل يبقى لازم ده يبقى خبرة، ده لازم يبقى خبرة. لكن الفرد اللي تحته هو بيستقي خبرته من الحاجة اللي بيعملها كل يوم. بس هل التهدير فعلا هو قطم ظهر المطعم؟ وممكن حضرتك يعني تكتشفه ازاي؟ عندي مشكلة مع الهدر ده، حصلت معايا في أول أيام التشغيل. هقولها يمكن حد يستفاد منها. كنت بشتغل الفراخ بتاعتي، الشيف اللي كان متواجد أيامها يعني كان بيحط الفراخ في الفرن. تمام. الفراخ دي من أكتر الحاجات الخادعة في مجال المطاعم. الكيلو بيخش كيلو، المفترض يطلع بعد نسبة الهدر بتاعته 700 جرام. تمام. في 300 كده، في 300 هدر. المفترض انت وبتحط الريسيبي بتاعك تكون عارف الموضوع ده كويس. ولازم تقرا انت وبتحط المنيو بتاعك وتحط الريسيبي بتاعك، لازم تعرف ان في بعض الخامات، الكتير من الخامات اللي هي ما ينفعش تحسبها كيلو، انا هقسمه 100. فاهم التقسيمه اللي هي البلدي دي اللي ممكن تعملها وانت قاعد على القهوه، دي مستحيله.
المهم الكيلو بعد التسويه في الفرن طلع 400 جرام اوه. مع عدد وصل نص مليون جنيه. فانت بتتكلم في الهدر، لازم تكون اللي انت تكون عندك حد شيف عمومي يقول لك طريقه التسويه، لان ممكن ما فيش حاجه تترمي في الربش ولكن هي راحت في الهواء، طارت ميه نزلت، دي مشكله لازم اكبر انت طبعا مش عارفها خالص. فالهدر ده انت لازم تكون وانت المفترض تعمل كده في ايام قبل السوفت اوبن، انت بتعمل تجارب على لازم تبص تشوف المنتج ده بعد ما حطيته على بعد ما حطيته على في الفرن او على الجريل بقى ايه. قطعه البرجر دي قطعه البرجر دي انت شايفها كبيره شايفها كبيره وشايفها حلوه وشايفها منتج ممتاز. طب حلو، انت بتقول ان انت هتحط ال 250 جرام اللي انت كاتبه في المنيو، كويس، بقت كام بعد السوا؟ بقت كام؟ انت بتقول 250 جرام قبل السوا يبقى زي بعد السوا؟ الموضوع ده هيفرق معاك يعني 180 لا 180 درجه. وبعد كده نصيحه تاني، في حاجه لازم تعرفها اسمها الفود كوست. احنا عندنا فود كوست وعندنا عمالة وعندنا مصاريف التشغيل اللي هي إيجار، كهرباء، مية. من الناس اللي برضو بنرجع له الفضل أستاذ أحمد السيد، حد كده جميل جدا جدا جدا، ومن مدرسة TGI فرايديز أمريكا، وهو واحد من أبناء أسوان هنا. اتعلمنا منه بصراحه، يعني انا كنا فاتحين كده الدنيا، ما كنتش افهم حاجه بصراحه، ولكن اتعلمنا منه حته ان كل حاجه. يعني احنا لو بنتكلم ان الانكم بتاعنا 100%، لازم الفود كوست ما يعديش الكام في المية، لازم الاجور ما تعديش كام في المية. الكلام ده لو انت عديت الخط الحرج بتاعك انت بتخسر، تمام. فدي يعني من الحاجات ان البني ادم لازم مقبل على مطعم لازم يبص على الحاجات دي. لازم يبقى فيه عنده هو بيعمل المنيو، يبقى فيه منيو انجينيرنج. يعني لازم هندسة المنيو دي لازم يعرف ان الخامات ما يجيبش خامات من الشرق وخامات من الغرب ويروح اجيب جمبري واجيب صبيط واجيب لحمه ضاني واجيب موزه واجيب فول واجيب طعم. تبص تلاقي عندك اكتر من 200 منتج مخزني بيطلعوا لك 300 منتج للزبون. ده غلط، ده غلط. انا الصح بتاعي حوالين نفسك. طبعا، لان انت عندك عايز مساحات تخزين كبيره وعايز تجميد وعايز لا 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 هدي على نفسك. انت عندك فراخ وعندك لحمه، تمام. عندك فراخ وعندك لحمه وعندك جبنه موتزاريلا، بيخشوا لك بيطلعوا لك 30 صنف في البيتزا، 30 صنف في الفطير، 30 صنف في الكريب، وهم نفس الايه. تمام. يعني احنا حتى في لما جينا نعمل القصه بتاعت البيتزا، تمام. البيتزا كان ليها نمط معروف، تمام، لكن انا حابب ان انا اعمل للناس حاجه شبه البيتزا بس بتتاكل وانت ماشي في الشارع، فعملت اللقمه. جميل. تمام. الموضوع ده يعني كان عامل ضجه كبيره في اسوان، والحمد لله رب العالمين من منتجات الناجحه جدا جدا عندي ما شاء الله. تمام. ولكن انت هو ده اللي تفكر فيه، ان انت تدرس المنيو بتاعك. المنيو بتاعك يكون معمول له هندسه. عندي الخامه دي هتطلع لي ده وده وده وده، الخامه دي هتطلع لي ده وده وده وده. ما اقول ما اجيبش 1000 خامه تطلع لي 4 منتجات. الشيف الشاطر حضرتك ايه مواصفاته؟ اللي نقعد قبل تأسيس المطعم نتكلم في افكار، بمجرد ما صاحب القرار اللي هو صاحب المطعم ياخد القرار يمتثل ليه، ما يحاولش ان هو يفرض رأيه. لا، يعني احنا خلاص خدنا القرار، ما يقعد طول الوقت ان هو عايز يثبت ان قراره صح. لان في الاول وفي الاخر انا كصاحب مطعم انا اللي هشيل الفاتوره اذا كانت كويسه ولا اذا كانت وحشه. صح. في الاول وفي الاخر يكون ملتزم،
يكون يعني يتمتع من حتة ان يبقى عنده تقوى، يعني تقوى الله، لان الموضوع مفيش، احنا عكس الدكاترة. احنا ممكن يعني كمطعم احنا ممكن بايدينا ممكن نخلي البني ادم اللي قدامنا ده بني ادم سليم ما يحصلوش حاجه باذن الله طبعا، تمام. وبرضه بعض الاهمال وبعض البتاع ممكن يحصل مرض للناس اللي موجوده اللي بتاكل من ايدك، تمام. ومنهم اولادي ومنهم اخواتي ومنهم الكلام ده. لا، الكلام ده لازم يكون البني ادم الشيف العمومي يكون على قدر كبير جدا من الامانه، لانه بجد احنا ايدينا في بطن الناس. استاذ احمد، صاحب المطعم ازاي يكتشف الهدر اللي حصل؟ من معالجة الأرقام اللي بتطلع له من على السيستم، من التقارير اللي بتطلع له. هو مفترض يعني يكون يبقى ليه الصلاحية إنه يخش يعمل تقارير على الأيتمات بتاعته، على الإنكم بتاعه من المبيعات، وعلى أساسه بيكون مؤسس من الأول إنه هو حاطط بورشن، حاطط إن كل منتج بياخد قد إيه عدد جرامات، يعرف عدد الجرامات دي الني فيها لما بيستوي بيبقى كام، مع مراجعة بسيطة بحسبة بسيطة بيعرف ان الهدر عنده في القسم ده بالقدر ده من الجرامات، بالقدر ده من الفلوس. استاذ احمد، الكول سنتر ليه مطاعم اسوان ما بتستثمرش في الاشخاص؟ يعني بنشوف في القاهرة مثلا الكول سنتر بيدي كذا حلول، بيدي كذا حاجة، بيخلي الناس عايزة تطلب كده حاجات طيب. زيادة. القاهرة زي ما هي سوق مفتوح، تمام. هي سوق فيه حاجة جميلة جدا اسمها ان احنا كلنا بنبني على بعض. مش كل مطعم بيجيب كول سنتر، ولكن بيبقى فيه شركات كبيرة، جميل، مباني تبص عليها كده من بره كده، مبنى عامل كان تحس ان انت قاعد في دبي. طب بتاع المبنى ده كله كول سنتر، تمام. المطاعم مش مطاعم بس، عايز اقول لحضرتك يعني انا اعرف ان في شركات عالميه من بره مصر بتستثمر في الكول سنتر داخل مصر. يعني لو يسمح ان انا اقول اسماء شركات، هي شركه معروفه زي فودافون مثلا. جميل. فودافون انا معايا حد صديقي كان شغال في فودافون اسبانيا من القاهره. يعني خدمه العملاء بتاعت فودافون اسبانيا من هنا ليه؟ لان العماله اقل من اللي هناك. مثلا هناك بياخد 2000 يورو، هنا فاهمني حضرتك؟ في فرق جامد. هنا في اسوان بقى ما عندناش القصه دي. احنا عندنا ان مثلا لو حد ما بنكملش بعض، ودي حاجه سيئه جدا في يعني في اسوان. كل واحد يعمل كل واحد ممكن يعمل، حتى يقلد بالفكره بالكربون، ولكن مبنى. عشان كده نلاقي نفسنا ان احنا بنلجأ ان احنا حاجات كتيره ممكن نعملها في القاهره. لكن في موضوع الكول سنتر يعني انا باذن الله في خلال الشهور المقبله باذن الله بنحاول ان احنا ندخل الاي اي في الموضوع. جميل. يعني باذن الواحد الاحد كده احنا دلوقتي عرفنا ان في بعض المنصات العربيه بتقدم الاي اي ايجنت، بحيث ان انت بتتكلم معاه على الواتساب كانك كان حد قاعد وبيتكلم بالفعل، وبيرشح لك منتجات، وبتديله انت بتعلمه بقى الحاجه اللي انت نفسك فيها، فاهمني؟ وبيرد عليك كانه كأنه بني آدم بيرد عليك باللغة العامية المصرية، يعرض عليك منتجات، يعرض عليك صور، يعرض عليك المنيو. فبإذن الله يعني ربنا ييسر الأمر كده بإذن الله. خطوة بنتمنى من ربنا يوفقنا فيها، لأنها هتفرق جدا جدا كمبيعات سهولة. لا تدي لك دفعة للأمام أكتر، يعني يبقى للعميل يبقى في ثقة في الونش اكتر. يعني لان من الحاجات اللي عامله لي مشاكل كبيره جدا 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 موضوع المنظومه الدليفري، اللي انا بحاول دلوقتي ان انا يعني نطلع فيها لقدام ان شاء الله باذن الواحد الاحد. يعني هل التخصص في نوع واحد او نوعين افضل، ولا ادخل في كذا نوع؟ مديول المطاعم الجديد بيقول التخصص افضل، المراقبه عليه افضل، ان انا اتارجت ناس عليه افضل، المنتج بيبقى افضل طبعا. الكلام ده يعني احنا لو رجع بينا الزمن لا، يعني احنا كنا ممكن نعمل بدل المطعم ده نعمله مطعمين، ده لوحده وده لوحده، كنت اعمل كده. جميل. لكن احنا يعني هي
الخطوة اللي خدناها ان احنا خدنا تنوع كان شكل المطاعم ايامها كده. يعني شكل المطاعم ايامها كانت بنفس الطريقة دي، مفيش مشكلة يعني. لكن دلوقتي لا، المطعم المتخصص بيطلع، يعني بيبقى اسهل بكتير من المطعم اللي فيه اكتر من ايتم باكتر من تنوع. عشان كده حضرتك رحت المكان الفطير خليته لوحده خالص. مظبوط مظبوط. وبس برضو كنت مستفاد من بعض الخامات اللي ايه من هناك اللي هو موجوده، اللي انا بجيبها كده كده. يعني الموضوع بتاع الفطير ما جبتش حاجه من بره. ايوه فاهمني؟ تمام. طيب ايه الصنف اللي حضرتك دخلته وعمل لك طفره في المنيو، وفي ايه صنف تاني عمل مشكله او ما اشتغلش كويس؟ والله هو الصنف اللي انا حسيته وعمل طفره لانه كانت فكره جديده هي اللقمه. تمام. بصراحه ربنا الجزء الثاني لا، ما حسيتوش بصراحه. يعني مفيش حاجه الحمد لله رب العالمين عملناها. ممكن تكون يعني طريقه تشغيلها خلتني مثلا ان انا اخليها مثلا في الشتاء بس، مثلا زي العدس. لكن ان انا ممكن اعملها حاجه فشلت، لا مفيش حاجه فشلت الحمد لله. بالنسبه لحضرتك ايه الاهم، الفكره ولا التنفيذ ولا المكان؟ الفكره ولا التنفيذ ولا المكان؟ الفكره طبعا دي افضل، يعني دي احلى يعني دي المفترض اللي هي رقم واحد. تمام. ان انا الفكره لما تنور تمام خلاص احاول احافظ عليها باختيار الاشخاص اللي نقدر ننفذ معاهم الفكره دي. تمام. المكان زمان احنا كنا بنعمل حاجه زمان، كنت بقول مثلا ان انا اعدي من قدامي العميل وملكش دعوه. يعني انا اختار مكان بيعدي من قدامه ناس كتير، عشان مجالي انا مجال فاست فود ومجال شعبي، فعايز ناس كتير مثلا 1000 واحد 2000 واحد يعدوا من قدام المكان، عشان لو دخلوا 500 منهم يبقى انا كده ايه، مش مشكلة. انا كده تمام. لكن دلوقتي لا، دلوقتي السوشيال ميديا انا قلت لحضرتك انا ممكن اصلا انجح من كلاود كيتشن. صح. يعني الموضوع ملوش، ممكن تشتغل من مكان بعيد جدا، بس انت منظم عامل الايتم بتاعك والناس بتحس. لو انت اخترت خامات نظيفة، خامات غالية، ما تفكرش باللي في جيب الزبون. انت كده كده رزقك ربنا هيديهولك. صح. جيب الزبون ده انت اختار بس ان انت تطلع منه كلمة. الله حلو جميل يا سلام، فاهم انت لو طلعت منه الكلمة دي انت مش عايز حاجة تاني، انت تمام، انت نجحت. صح. سيبك من، على فكرة في مطاعم اسمها مطاعم طياري، اللي هي مثلا تلاقيها عند المحطات في كل المحافظات. ده هو عارف ان ده جنب المطعم، انا ده شايفه ده بيكسب كتير فناجح. لا مش ناجح، مش مبسوط. لا لو مبسوط بالفلوس مفيش مشكلة. بس انا وقت ما حاجة اعمل هي مش زرار. صح. انت لازم تبقى متسيستمه كل عارف حاجة. لعيب الكوره لما يجي يقول انا مش هلعب الماتش ده، هتتقاعس الماتش ده، ما يفتكرش ان الماتش اللي بعده هيبقى نجم النجوم يعني. لا خلاص هو اخد على كده. تمام. ازاي صاحب المطعم او المشروع بيعرف ان دلوقتي ممكن يتوسع، وامتى يقول لا ده انا لسه بدري عليا ما توسعش دلوقتي؟ والله يعني القصة دي انا شايف ان في بعض الفرص بتبقى مرسومة. يعني هو احنا المفترض لو احنا بنتكلم علم مطاعم، انا بكون عارف من قبل ما اعمل المشروع ان انا هتوسع في نقطة واثنين وثلاثة واربعة، زي ما قلت لحضرتك ان انا بعمل مثلا مخزن مركزي، معمل مركزي، بحيث ان انا لو اتعرضت عليها فكرة ما بتبقاش عليها الصعوبة اللي ايه. ولكن في اماكن بصراحة بتبقى رسمة نفسها. يعني بتبقى ايه، بتبقى خلاص بتحس ان هي فرصة، عندك احساس ان دي فرصة ما تتعوضش، فبتخش فيها. بس انت لما بتخش فيها لازم انت تكون النقطة رقم واحد، اللي انت خلاص زي ما قلت لك ركبت التروس بتاعتها، تشغيل وحسابات، علشان خاطر تعرف تفكر
للنقطه دي دي خطوة التانية. الخطوه الثانيه. وانت لو عملت المطعم ده هتعمله هو نفس المطعم، نفس البتاع، فبيبقى سهل عليك ان انت خلاص نجحت في نقطه الحسابات، نجحت في نقطه الريسبي، نجحت في نقطه المنيو، نجحت في نقطه العماله، فبيبقى سهل عليك خالص ان انت ايه جميل. التوسع. طب حضرتك في قرار كنت عايز تاخده وكنت خايف منه وطلع قرار كويس جدا فاد المكان؟ طبعا يعني ان انا ادخل المعجنات مع الشعبي، كنت خايف، ما كنتش خايف من الخطوه كخطوه، انا كنت خايف من نجاحها. تمام. انت ناجح في حاجه كمل فيها، ولا تحط حاجه تاني ممكن تنجح وممكن تفشل، فده الخوف. ولكن الحمد لله رب العالمين، دي من الحاجات اللي يعني انا حاسس ان هي رفعت البراند اكتر، يعني الحمد لله رب العالمين. ايه اخطر قرار في بداية اي مطعم؟ المكان ولا العمالة ولا المنيو؟ انا شايف ان الفكره، تمام. انت لازم الفكره هي اللي هتحدد عليها كل ده، تمام. مش المنيو. تمام. الفكره، حته ان انا عايز اقدم للعميل المنتج ده هو اللي هيترتب عليه المنيو، ان انا هعمل المنيو بتاعي في كام صنف وهل ده يتوافق مع المنطقه اللي انا فاتح فيها. يعني انا برضو هي الفكره المجنونه حلوه، مفيهاش واحد اتنين، الفكره الغريبه حلوه، بس ما ينفعش اقدمها في منطقه مثلا ما تكونش تعرف اي شيء عن القصه دي. تمام. مناطق الطلبه من المناطق الجميله جدا اللي انت ممكن تستغلها في ان انت تعمل فكره مختلفه. جميل. ليه؟ لان الناس برضو مختلفه الاعراق، فشافت الكلام ده في القاهره، شافت الكلام ده في اسيوط، شافت الكلام ده، هتتقبله يعني. هتتقبله طبعا. هل السوشيال ميديا ممكن تعوض ضعف المكان ولا اكيد طبعا ما تعوضوش؟ اكيد طبعا. السوشيال ميديا من الحاجات المهمه جدا جدا، حتى لو عندك مكان. تمام. حتى لو انت عندك مكان لازم تستخدم داعم السوشيال ميديا ده في يعني على المنصات بتاعتك، بتبقى كالنار في الهشيم، يعني حاجه بتبقى طبعا تمام. بس انت يعني شطارتك، الدفعه اللي بتقدمها لك السوشيال ميديا لازم انت تحافظ عليها، يعني ما ينفعش تنزل بالمستوى، لان انت خلاص السوشيال ميديا ده هو حلاوته ان هو بيجيب لك البني ادم ياكل من عندك خلاص. بس السوشيال ميديا ده مش هيخليك تقول الله، مش هيخلي العميل يقول الله، مش هيخلي العميل يقول المكان ده هجربه تاني. يعني مفيش عميل السوشيال ميديا بتجيبه مرتين، هي مره، هي فرصه تستغلها، خدتها استغلها بقى بتاعك. جميل. بس حضرتك شايف العروض والخصومات دي بتبني مطعم؟ لا. احنا يعني انا عمري ما عملت عرض اصلا. تمام. من ساعه ما فتحت في مطعم الونش شايف ان القصه دي تسويقيا يعني جميله، مفيش مشكله. تمام. ولكن بشوفها ان هي فيها جزء كبير جدا من الخداع. لان انا النهارده بحط منتج قدامي حل من الاثنين، يا احط منتج باعلى من، يعني اقول مثلا المنتج ده ب 300 جنيه وعليه خصم 50%. حضرتك هتصدقني ازاي؟ يعني المنتج ابو 300 جنيه ده الكوست بتاعه كام علشان خاطر تبيعه ب 150 وتكسب منه؟ طب لما نرجع لاصله، ايه اللي هيحصل؟ لما يرجع لاصله هنبص نلاقي ان انا كسبان بقى 500%، بقى الدنيا موضوع معايا كبير جدا، يعني حسابات بقى انت بتكسب 150. طبعا الكلام ده في مثلا في الاماكن يعني زي القاهره اللي بيحط المنيو بيبقى سامح بالموضوع ده، ان بيكون الفود كوست لا يتعدى مثلا 30% مثلا. خلاص. وانا باجي افتح، لكن هنا في اسوان مش موجود الكلام ده، صعب. احنا مفيش خالص موضوع، احنا ما بنحطش يعني لما نيجي نقسم المنتج القلم ده الموجود في القاهرة مثلا ب 50 جنيه، ال 50 جنيه ده
10 جنيه قلم و15 جنيه دعايه امم و2 جنيه عماله متقسمه بقى كل متقسمه حاجه. و10 جنيه معموله للعروض. حلو. فتبص تلاقي ان ال50 جنيه اكتملت وفي نجاح وفي اكيد. نجاح. اكيد. خلاص، ما هو خلاص هو عارف من قسمها. اين تؤكل الكتف. تمام. عندنا هنا بنحط المنتج ال 10 جنيه أيوة. تمام، بنحط عليه مثلا بروفيت 3 جنيه بقى 13 جنيه شكرا بقى، الباقي ده وخلاص. وبعد كده العامة بتقول لك لا ده غالي، ده مش عارف ايه. طب يا صح. اخوانا ما تمام ومطالب، فاهم انت الكلام؟ طب يعني هل تنصح بيها حتى في البدايه العروض ولا لا نهائي؟ والله انا طبعا هي الناس بتحب العروض. الناس بتحب العروض، ولكن انا بتكلم مع حضرتك اهو. انا النهارده النجاح اللي بيتاخد من المنيو بتاعي الثابت بيبقى نجاح مستمر. تمام. لكن النجاح المكتسب من العروض بيخليك انت فترة العروض هي فترة رواج شرائي عندك، وممكن تكون حمل عليك. انت بتحب ان انت تبيع، ولكن تيجي في اخر الشهر تلاقي نفسك خسران، لان انت مش هتعرف تحسب الحسبة اللي احنا قلنا عليها. تمام. لان السوق مش هيتقبل صح. الفرق اللي بينك وبين الناس لما تحطه حتى في المنتج الكبير لما يرجع لأصله. شكرا. في مشاريع كتير بتفتح كمطاعم في أسوان، ايه رأي حضرتك يعني، او ليه بيقفلوا بسرعة يعني، في كلمة مثلا او في حاجة واحدة؟ علشان خاطر بيبصوا للمطعم من قدام. يعني كله بيبص مثلا، هو البني آدم نفسه يجيب عربية، بيبقى نفسه يجيب العربية الموديل ده. ليه؟ بيلاقي العربية عدت قدامه مع واحد صاحبه مع واحد جيرانه، بيبص عليها بتعجبه من بره فيروح شاريها. تمام. لا، ما بيبصش جوه، ما بيشوفش التشغيل بتاع. على فكرة المطاعم من المشاريع اللي ممكن ما تخليش حد ينام. يعني ممكن بالفعل انت ما تعرفش تريح راسك على المخدة. تمام. من المشاريع المرهقة جدا جدا جدا. تمام. لازم انت قبل ما تاخد الخطوة دي لازم تكون عندك معرفة دراية، وتسأل واحد واثنين وثلاثة، وتروح لصاحب المطعم. على فكرة ما فيش حد بيخبي على حد حاجة. يعني ما فيش حد بيخبي على حد حاجة. لو حد جاني مثلا قال لي نجيب الحاجة دي من فين، نعمل مش عارف ايه، والله يعني احنا يعني في تجارب كتيرة هنا في أسوان. يعني استفادوا من زي ما احنا استفدنا من الأكبر مننا. يعني ما الموضوع استفادة وجعلناكم سخرية، كلنا مسخرين لبعض. صح. فاسأل وما تخافش، خش. يعني معلش آسف، يعني ما حدش هيقول لك لا مش هساعدك. انت لما تيجي تخش على مكان وتقول له انا نفسي اعمل الحاجة الفلانية، نفسي اعمل الحتة الفلانية وعايز اعرف انا اعملها ازاي، اكبر المطاعم في مصر بتقول لك لا مفيش مشكلة تعال. صح. على فكرة والله ما حد بيخبي معلومة. كلها اصلا على الجوجل يعني، كل حاجة موجودة. لا غير ان هي موجودة على جوجل. انت لو على فكرة مع البني ادم برضه يا اخي يبقى عنده كده، خبط الباب. صح. واسأل، والله هنبقى أمنا جدا معاك في المعلومة. في الحاجة اللي هنقولها لك هي حاجة احنا حابين ان انت ما تقعش في حفرة مثلا احنا وقعنا فيها. الخطوة الثالثة بعد ما خلاص عملنا. تعالى واسأل واتكلم، ولو عايز تخش التشغيل ما عنديش اي مشكلة. يعني الموضوع وعلى فكرة والله معظم الناس كده، بس الناس بتتكسف ايه؟ تخبط على الباب. ايه اكتر سبب يخلي الشراكة تنجح وامتى تفشل؟ بص، اكتر حاجة تخلي الشراكة تنجح هي نقط النور اللي بتتحط احنا وبنتفق. تمام. يعني احنا وبنتفق بنقول ان احنا فينا شخص مفوض بالادارة. تمام. لو قال لك رجليك فوق وايديك تحت احنا هنمتثل للموضوع ده بدل اتفقنا. احنا مجرد الاختلاف بيننا يكون في القعدة بتاعة الاتفاق بتاع الشراكة. اتفقنا شكرا خلاص انتهى. تمام. انتهى. مفيش طب المركب بتقع، المركب بتغرق، الدنيا بتعمل، احنا خلاص اخترنا. تمام. اخترنا. الا
حصلت حاجه فجاه بنقعد مع بعض، ما بتدخلش في تشغيل، ما بخشش المكان ونقول الكلام ده مش هينفع، الكلام ده مش عارف لا لا في لا 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 المكتب مكتب ونقعد لا لا لا, لا. خلاص احنا عندنا نقط اتفقنا عليها هي اللي نلتزم بيها. فهي كل ما بيبقى المشاكل في قعده الاتفاق كتير، كل ما بتبقى فتره الشراكه بتبقى خلاص افضل. اتفقتوا على كل حاجه تمام. من البدايه. وما نعتمدش على الصداقه والاخوه والبتاع، لا نقعد ونتكلم من غير اي كسوف. كل نقطه نقعد نتكلم فيها ونتناقش فيها، ولو حصل كده نعمل كده، ولو حصل كده نعمل كده. واتمناها ان هي تكون مكتوبه كمان، تبقى ايه، كل حاجه تبقى افضل. تمام. تمام. على فكره الشراكه من الحاجات اللي ممكن تطلع لقدام. على الناس بتقول لك لا يعني يقول لك قرص الشركه ما بيدومش وبتاع، لا الشراكه ممكن تطلع من قدام من القعده دي. على فكره ممكن واحد تجيله افكار اداريه موجوده من القعده دي، لان واحد بيفكر غير اتنين تلاته بيفكروا، كل واحد يفكر في الحاجه. ولما تيجي تفتح مشروع يعني ما تحطش في بالك ان احنا نكسب. سيب موضوع المكسب ده على جنب. فكر في التشغيل، فكر في ان انت توصل المنتج ده باحسن صوره للعميل. فكر في اللي انت نفسك مثلا ازاي تطلع لقدام، من حيث مثلا زي ما انت قلت كول سنتر، من حيث ديليفري، من حيث اقعد وتتكلم المشروع كأنه موجود قدامك، وانت بتطلع العيوب اللي فيه مش تطلع المميزات اللي فيه. العيوب وتعالجها. طبعا. وتحاول ان انت، احنا لسه ما عملناش المشروع. طب هو لو حصل كده يعمل ايه؟ الثلاثه بيفكروا هيقولوا ده شاف مشاكل هنا، وده شاف مشاكل هنا، وده شاف مشاكل هنا. هتبص تلاقي الموضوع توصلوا لافضل نتيجه، واحنا على الورق لسه ما حطيناش جنيه في مشروع. رأي حضرتك في الدليفري، هل يبدأ من البداية المطعم ولا يستنى هيدك جامد؟ والله أنا من رأيي إن ناخد 6 شهور الأول علشان خاطر أعمل إيه؟ عشان خاطر أخش في موضوع الدليفري. لأن موضوع الدليفري هو عبارة عن نقطة بيع موازية للمطعم بتاعك، كأنك بتفتح فرع جديد بس من نفس العمالة، من نفس الدنيا. هيدك مش طبيعي. طبعا هيدك، لا هو مش هيدك غير طبيعي، ولكن أنت مش متحكم. انت يعني انا من اكبر المشاكل اللي بواجهها هي مشاكل الدليفري، وانا معترف بيها. ولكن انت ايدك مش على الناس اللي بتوصل. في مشكلة هنا ان في دايرة. يعني احنا دلوقتي بنعتمد على شركات الدليفري. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا كده بقالنا فترة في شركة دليفري محترمة. لا يعني الحمد لله رب العالمين بتقدم الخدمة. هنتمناها من الله ان هي تزيد عن كده كمان، علشان خاطر نعرف نعالج القصور اللي كان في الفترة اللي فاتت. ولكن نقطة الدليفري دي من اهم الحاجات اللي انت تهتم بيها، وتعمل لها دعاية، وتعمل لها كول سنتر محترم، وتعمل لها، ممكن تعمل لها في المستقبل ابليكيشن، ممكن تعمل لها واتساب API، تدخل AI ايجنت، تبص تلاقي افكار كتير. لا الافكار كتيره بتعالج الحته دي، تدخل لك انكم كانك فتحت مطعم تاني بالفعل. يعني كانك انت بدل ما تروح تاسس مطعم وتجيب عماله، لا بنفس المركزيه اللي عندك، بنفس الدنيا اللي عندك، بتقدم المبيعات بتاعت مكان تاني وانت قاعد في مكان. حضرتك شايف لو شركه شغاله دليفري افضل من ان المكان يبقى عنده ده بالتجربه الشخصيه. طبعا ان يبقى فيه شركه تخصصها دليفري، وده اللي بشجع عليه بصراحه. انا نفسي شباب اسوان تستثمر في الحاجات اللي ناقصه. يعني تستثمر في الحاجات اللي ناقصه. اسوان ما فيهاش كول سنتر، اسوان ما فيهاش دليفري، اسوان ما فيهاش حاجات كتيره جدا. توظيف، مكاتب توظيف. ده مكاتب توظيف. انا حلمي من احلام ان انا اعمل لي مدرسه على فكره. يعني انا نفسي في ان انا اعمل دورات، وده من خلالك لو في، انا نفسي في 50 جميل شاب. تمام. خصوصا من خريجي سياحه وفنادق. تمام. هقدم لهم التدريب مجانا. جميل. تمام.
ومش عايز اقول لك ان انا ممكن اخدهم كلهم بتأميناتهم بدنيتهم. هو انا بعتبره يعني جميل. نختل لا يعني جميل. يعني نستغل البودكاست بتاعك ان احنا تمام. بنقدم زي ما بقول لك اهو. تمام. احنا عايزين نعمل تدريب ل50 فرد من اسوان، تمام. يبقوا الناس بتاعتنا اللي هم هيتعلموا حاجة كويسة جدا، هتفيدهم النهاردة هتفيدهم بكرة، ما عندناش مشكلة. تمام. مبادرة جميلة وإن شاء الله والله هنحاول اتمنى من الله، نظبطها. وانا على فكرة بحاول فيها من جميل بقالي جدا. 3 سنين على فكرة، ويعني والله يعني هي اتمنى فكرة من الله. البرنامج إن إحنا نحاول على قد ما نقدر تمام. يبقى في إفادة إن شاء الله. والله نفسي تمام. والله بجد، لان تمام. احنا عايز اقول لك انا عايز اطلع بره اسوان، بس عايز اجيب الناس بتاعتي من هنا. يعني انا نفسي، انا بحس أساس من أسوان. ان البني ادم اللي بيطلع من ابن المكان ده بيبقى حاجه قلبه يعني على يعني عارف انت صح. خلاص صح. اتعاملت مع الامور معاك انت بتعرف بعد كده. احنا لينا طبيعه برضو في اسوان شبه بعض، كلنا شبه بعض، أيوة. فلما بنروح في حته تاني بتبص تلاقي لا صح. في اختلاف في التفصيلة كده. صح. مظبوط. هل لازم صاحب المكان يبقى شيف فاهم في كل حاجة، ولا الأفضل يبقى كإداري بقى ويبقى فيه تحته؟ لا الاداره افضل. تمام. الاداره افضل، انا قلتها لحضرتك قبل كده ان يعني 80% مثلا من الشيفات لما بيجي يعملوا مطاعم بيفشلوا في ان هم يديروا مطعم، لان الموضوع بالنسبه لهم بيبقى حاجه سهله. تمام. ولكن الاداره هي اهم، ان البني ادم يعرف يدير مجموعه، هو ده الافضل، يعني الافضل وبيبقى اسهل للنجاح. حضرتك هل تلخص نجاح المطعم بالبيع الزيادة أو البيع كويس؟ مؤشر من المؤشرات البيع كويس، ولكن ممكن تبيع كويس وانت بتخسر، فانت هتقفل. سهل جدا يعني. تمام. انا شايف ان انت لازم تركز. بص، عمود للمطاعم عامل زي الصلاة في الاسلام. الكوست. تمام. الفود كوست ده هو اللي انت بتبني عليه كل حاجة. الفود كوست ده لما بيوصل لدرجات عالية، انت مهما تبيع، لان الفود كوست ده ثابت معاك في كل منتج. زي ما قلت لك السندوتش ده الفود كوست بتاعه 10 جنيه. طب وانت بتبيعه بكام؟ ب 12. ال 2 جنيه دي ثابته في كل حاجه. ده يعني المرتبات الكهرباء الاجور ده متغير نسبيا. تمام. ليه؟ لان انا لو بعت بمليون جنيه دفعت منهم كهرباء 100,000 جنيه. الكهرباء 100,000 جنيه دي 10% من الايه؟ من المليون جنيه. تمام. لكن لو بعت ب 2 مليون جنيه بقت 5%. لكن الفود كوست هو ثابت على لو بعت ب 50 مليون اي نفس النسبه. هو الفود كوست اللي انت المفترض عامله هو اللي ايه؟ هو موجود معاك ثابت. فده عمود المكان. الفود كوست ده لازم تخلي بالك منه. اكتر حاجه في المطعم تخلي بالك منها هي الفود كوست. جميل. لو حضرتك هتبدا من اول وجديد تاني، الافضل انك تبدا صغير ولا تبدا بحاجه كبيره في البدايه؟ هو ده بيعتمد، يعني حضرتك لو قلت لي من دلوقتي هقول لك لا، ابدا كبير. تمام. يعني احط الطاقه بتاعتك كامله في المشروع، الراس المال المستحق ليه فيه ما فيش مشكله. تمام. ولكن انت بتكلمني علشان خاطر دلوقتي انا يعني اقدر على كده، ولكن في الاول لو احنا بنتكلم للبدايات لا، كانت رؤوس الاموال كانت حاجه صعبه. كانت الموضوع الواحد ما كانش معاه فلوس، ما كانش. ولكن الفكره اللي بتتعمل براس مال قليل هي بتبقى، خصوصا لما بتبقاش كلاود، يعني بتبقى في الشارع، بتبقى فكره محاطه بالاشواك، بتبقى نسبه نجاحها صعب شويه. المطاعم عايزه تحمل شويه، عايزه تحمل ان انا ممكن عادي خالص ان انا يجي لي يوم ان انا ما بيعش، ممكن شهر ما بيعش، شهرين ما بيعش. الاحباط لا، الاحباط هيخليك انت تبص تلاقي ان حلمك كل فلوسك كل دنيتك موجود هنا،
مالكش ظهر، مالكش حاجه تسند عليها، تبص تلاقي نفسك محبط، خلاص بيأثر على المشروع، يبقى انت خلاص كده هتقفل المحل وهتصفي. فلا انا شايف يعني الافضل ان انت لما تيجي تغامر برأس مال ما يكونش كبير، 150,000 200,000 300,000، ده الافضل ان انت تبتدي بحاجه كلاود، وتبتدي تعوض راس مالك ده ببعض الافكار التسويقيه الكويسه اللي تخليك الناس تجرب المنتج ده. تمام. طيب حضرتك تنصح بالمطبوعات كامله باسم المكان كبراندنج في البدايه؟ لا هو لازم. يعني لازم. هو يعني هو دي حاجه اصلا ما انت الكيس اللي مرمي في الشارع ده، اللي هو بيترمي في الشارع ده دعايه ليك. يعني انت على فكره، انا من الحاجات اللي انا ممكن مثلا اروح سحاري الاقي كيس الونش، انا شايف نفسي انا مبسوط. اروح كوبانيه مثلا عند الناس الاقي كيس الونش، انا مبسوط. كيس او كيس الكريب او اي حاجه اي حاجه فيها البراند بتاعك، ده حاجه دعايه ليك. اللوجو اللي موجود على الموتوسيكل اللي بتاع الدليفري اللي ماشي نفس القصه، علبه البيتزا المرميه في الزباله دي كل ده دعايه ليك. طيب بعد السنين دي كلها حضرتك في المطاعم، ممكن تقول لنا الزتونه لاي شاب عايز يفتح المطعم؟ الزتونه لاي شاب عايز يفتح مطعم، اولا زي ما قلت لك لازم موضوع المطعم ده ما تتكسفش ان انت الصوره اللي انت عايز تفتح بيها تخبط على بابها وتيجي تسال. تمام. محدش هيبخل عليك في حاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما تيجي تعمل منيو لازم زي ما قلت في هندسه للمنيو، خش واسال واعرف على النت يعني ايه منيو انجينيرنج. لازم تعرف المنيو يتعمل باقل خامات، اقل عدد خامات واعلى جوده خامات. جميل. يعني الناس في يعني حضرتك، انا من المنتجات اللي بقدمها الفول. تمام. انا لو حطيت فول استرالي او انجليزي محدش هيعرف، ولا حتى انا بكتب عندي ان الفول بلدي. بس مين انا عايز اعمل جوده المنتج بتاعي عاليه. انا مفيش حد غيري عارف، يعني مفيش حد غير اللي في المطعم عارف ان وما بنقولش في الشارع. انت يبقى من جواك. لا عادي. انت من جواك انت بتستخدم خامه نظيفه. لما تقول المنتج ده لحمه بلدي، يبقى لازم تجيب لحمه بلدي. انت ربنا بس اللي شايفك، مفيش حد شايفك غيرك. تمام. لما تقول الجبنه دي نوعها كده، ما تسترخصش بكره وبعده عشان خاطر تعلي من مكاسبك. انا زي ما قلت لك المطعم كده كده المكسب بتاعه كويس الحمد لله رب العالمين وبيرضي. جميل. تمام. ولكن اللي يخليك تطلع لقدام هو استخدام الخامات البريميوم، الخامات الغنيه، الخامات اللي انت تحب ان انت تاكلها انت واولادك، تبقى مبسوط. تبقى مبسوط. تمام. مش لازم منتجات كتير. تمام. مش لازم منتجات ان انت تعمل المنيو بتاعك 80 منتج. انت ممكن تقتصر على 8 منتجات. جميل. وهم عباره عن 3 منتجات عليهم شويه الصوصات بتاعتك، وتتوكل على الله وتبص تلاقي ربنا كرمك اخر كرم. مش لازم يعني ان انت هتجيب انت يعني البني ادم، في ناس كده بتحاول ان هي تلم الرزق اللي في المطاعم كلها. اعمل كشري وكريب وبيتزا وفطير وفول وطعميه. هو يا عم ربنا معاك، انا ما قلتش حاجه والله، انت انجح مننا بس هدك صعب، وتجميعتهم تجميعها صعبه، وتبص تلاقي الدنيا فيها في اختلاف في المنتج النهارده عن بكره، انت مش عارف تراقب. ممكن تحط تركيزك في حاجه واحده وتطور فيها كل فتره، ده افضل. طبعا. ودي من الحاجات اللي انا انصح بيها كل الشباب، يستخدم طاقتك ومجهودك. جميل. زي البقره حاجه كده، ضوء مركز علشان خاطر تعرف تنجح، تبقى انت تقدر تلم الموضوع، تخليه بين ايديك، والموضوع يبقى سهل. ما تحسش ان انت بتخسر عمرك وانت بتدور بتمشي من المشكله دي للمشكله دي للمشكله دي للمشكله دي، تبص تلاقي عمرك بيضيع. دي اهم حاجه عند البني ادم على فكره. تمام. البني ادم ممكن يخسر فلوس مفيش مشكله، بس انت عمرك الوقت. وقتك كده، وقتك ومجهودك
مش عارف تنام، مش عارف تعيش، مش عارف. لا، فعلا. فركز على منتجين وتوكل على الله، وبإذن الله. وزي ما قلت لك يعني لو في أي حد حابب أي معلومة، أنا والله يعني جميل. زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا، الواحد برضو العلم ده ممكن ينقله للي بعده يعني. ان شاء الله هننظم مع حضرتك المبادره الجميله دي ان شاء الله في الزتونه. وشكرا لحضرتك يا استاذ احمد. أنا اللي شاكر اللي نورتنا تواجد جدا معاكم والله. يعني، وتشرفت بيكم شباب زي الفل، ربنا يبارك في حضرتك. وبإذن الله من تقدم لتقدم بإذن الله يعني. يا رب ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك.